ازاي الاوزمبيك بيشتغل، الاثار الجانبيه بتاعته مفيد ولا لا، ينفع اخده عشان اخس ولا لا، كل الحاجات دي انا جايه اجاوب لكم عليها النهارده. مبدئيا كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب، وتكون ايامكم كلها بخير. اللي متابع معايا واللي بيتابعني على السوشيال ميديا عارف ان انا ما بحبش الادويه، يعني كشخص ما بفضلش ابدا الادويه، وكصيدلانيه ما بفضلش ابدا الادويه، كاخصائيه تغذيه ما بفضلش ابدا الادويه. بس دوري كاخصائيه تغذيه وكصيدلانيه ان في حاجه طلعت ترند، في حاجه عامله ضجه، ان انا اتكلم عليها بشكل علمي تماما، بدون ما ارعبكم منها، بدون ما احسسكم ان الدنيا سواد لو خدتوها او احسن لو ما خدتوهاش وهكذا. واقول لكم رايي الشخصي، لو انا او حد بيتابع معايا هقول له يعمل ايه. تمام؟ فيلا بينا نبدا الفيديو على طول. ايه هو الاوزمبيك؟ الاوزمبيك ده ماده اسمها سيما جلوتايد. السيما جلوتايد دي ماده من عيله كده من ادويه السكر. العيله دي اسمها جلوكاجون لايك بيبتايد اجونست. ليه دور ان هو يزود انتاج الانسولين، وليه دور كمان ان هو بكميات معينه، لو زاد بكميات معينه بيبدا يدخل على المخ، يحسن مراكز الجوع والشبع، يعني يخليك تحس ان انت شبعان وقت اطول. تمام؟ ده الجلوكاجون. فجلوكاجون لايك بيبتايد اجونست يعني حاجات بتشتغل زي الجلوكاجون لايك بيبتايدز بالظبط. تمام؟ فهو ده السيما جلوتايد. الدواء ده معمول علشان خاطر علاج مرض السكر، معمول علشان خاطر الناس اللي عندها تايب 2 دايابيتس، عندها سكر من النوع الثاني، يبدا ان هو يعالج لهم مرض السكر. بس في ناس كتير بتبدا ان هي تستخدمه، لقيله بيخسس فيلا ايه نستخدمه علشان نخس. طيب هل هو فعلا بيخسس بسرعه؟ عملوا دراسه على 2000 شخص. ال2000 شخص دول قسموهم نصين، نص هيخس بالدايت وبالتمرين ومن غير ما ياخد اي حاجه، والنص التاني هيبقى بيعمل دايت وبيتمرن وهياخد السيما جلوتايد او هياخد الاوزمبيك. لقوا ان 50% من الناس اللي خدت الاوزمبيك خسروا من وزنهم 15%، و35% من اللي خدوا الاوزمبيك مع الدايت والتمرين خسروا من وزنهم 20%. تمام؟ الدراسه دي اتعملت على 68 اسبوع. 68 اسبوع. الناس بقى اللي ما خدتش خالص في المده دي خسروا من وزنهم 2.7%. ففكره ان هو بيخسس بسرعه، هو بيخسس بسرعه. مبدئيا هو بيسهل كمان انك تقدري تعملي دايت وتقدري يعني بيخليكي ما تجوعيش. تمام؟ وفي حته اتكلمت عنها في الفيديو بتاع نخس بالادويه ولا ايه الفرق بين ان احنا نخس يعني بالادويه او نخس من غير ادويه. اتكلمت في جزئيه ان احنا لو خسينا بالدواء، فكره ان انا بجيب دواء بفلوس كتير وهقول لكم سعره دلوقتي، بيخليني عارفين اللي هو ده انا صارفه كتير بقى، ما تفوقي بقى، يعني ما تخسي بقى، ما انت صارفه كتير. تمام؟ طيب ده كده بالنسبه للحاجات العامه بتاعه الاوزمبيك. هو بيخسس، هو بيحسسك بالشبع، وهو بيستخدم على لونج تايم، يعني بيستخدم لوقت طويل، مش بيستخدم لوقت قليل. يعني الناس بتقعد تستخدمه كتير كعلاج لمرض السكر، وكأن هو لقوه كأثر جانبي ان هو بيخسس. ايه بقى الاعراض الجانبيه بتاعته؟ الاعراض الجانبيه بتاعته اغلبها بيكون مرتبط بالجهاز الهضمي، يعني بيعمل غثيان، بيخلي ممكن يعمل الناس مشاكل في الامعاء. الاعراض بقى العاديه اللي هو بقى مثلا ممكن يعمل دوخه بقى، شعور بالترجيع. فاهمين؟ طيب مين ما ينفعش يستخدمه؟ لو اي حد عنده اي مشاكل في المثانه، لو حد عنده مشاكل في البنكرياس، عنده بنكرياتايتس، عنده التهاب مثلا في البنكرياس او هكذا، لو حد عنده مشاكل في الثيرويد جلاند او في الغده الدرقيه. طيب سعره كام؟ انا هنا في الصيدليه جالي عميله كانت عايزه تسال على الاوزمبيك، فالمهم سالت عليه، فالدكتور قال لي سعره لو موجود بشكل رسمي هيكون ب 1500 جنيه، ولو موجود بشكل غير رسمي هيكون موجود ب 6000 جنيه الحقنه الواحده. تمام؟ هو المفروض حقنه كل اسبوع، فرقم كبير قوي. فاهمين يعني؟ حرفيا انت تدفعي ربعه وانزلي جيم وكلي اكل صحي هتخسي.
وتاني في حته الدراسه اللي اتكلمت فيها ان هم خسوا بسرعه، مش شرط برضو يا جماعه. يعني دراسه عملوها لقوا ان مثلا خسوا 2.7% من وزنهم اللي هم ما خدوش الاوزمبيك. بس زي ما انتم عارفين ان دايما التخسيس ملوش مقياس. يعني انا ممكن اخس اسرع من حد، ممكن حد يخس اسرع مني، وهكذا. ده مرتبط بعوامل كتيره جدا، اهمها عامل طبيعه الجسم، طبيعه الهرمونات، السن بتاعك، انت بقالك قد ايه بتعق، وهكذا. تمام. رأيي الشخصي في استخدامه، أنا بحب الطريق الطويل، بحب الطريق اللي يجيب من الآخر. بحب إن أنا عندي مشكلة في الدايت، عندي مشكلة في صورتي الذاتية، شايفة نفسي شخص تخين، عندي أكل عاطفي، عندي أي حاجة، أشتغل على حل المشاكل دي. ما اخدش اي مسكنات، لان اوكي مش حتى لو الاوزمبيك بيتاخد لوقت طويل، حتى لو انت ماديا قادر ان انت تجيب حقنه مثلا، هو دلوقتي ناقص ففي الغالب هتجيب ب 6000 مثلا، قادر ان انت تجيب حقنه ب 6000 جنيه كل اسبوع، انت قادر تعمل الحاجات دي كلها. طيب اما توقف بقى هيحصل ايه؟ لما اجي كده خلاص انا هبطل اخده، ارجع تاني. تمام. كمان برضو من ضمن الحاجات اللي ما قلتهاش ان هو بيعمل مع الوقت، بيوصلك لمرحله البلاتو، يعني جسمك بيبدا يتعود عليه، فبتلاقي نفسك بتخس في الاول وبعدين بتوصل لمرحله البلاتو اسرع. مرحله البلاتو دي اللي هي انت وزنك فيها بيكون ثابت. فاللي انا بشوفه يا جماعه ان مش مستاهله. اللي انا بشوفه تاني ان احنا محتاجين نغير عاداتنا، محتاجين. انا حاليا بقيت مركزه جدا في المحتوى، وهينزل لكم كل اسبوع على الاقل حلقه عن مشاكل اللي ليها علاقه بشكل الجسم، والمشاكل اللي ليها علاقه بالاكل العاطفي. محتاجين نركز على الدايت، محتاجين نركز على التمرين، محتاجين نركز على الحاجات اللي هي الحقيقيه، الحاجات اللي بتصنع فرق بجد وفرق يدوم. مثلا محتاجين نربي نفسنا، نغير عاداتنا. ده اهم كتير قوي من اي دواء بيتاخد. بس زي ما قلت لكم، انا دوري كاخصائيه تغذيه وكصيدلانيه ان لما يكون في حاجه فيها كلام، فيها اراء، ناخده ولا ما ناخدهوش، انا دوري ان انا اطلع اقول لك والله هو 1 2 3، هو عادي، اثاره الجانبيه مش خطيره قوي، يعني قشطه، يعني تمام، بس مش مستاهل يعني. اوكي انا ممكن اكسب من غيره وخلاص. تمام. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي.